بعد حادث احتراق سنترال رمسيس كنت وعدتكم ان انا هتكلم عن ايه الاسعافات الاوليه اللي تتعمل للناس اللي عندهم اختناق باول اكسيد الكربون. اختناق اول اكسيد الكربون ده موضوع مهم جدا، لان موضوع قد نتجنبه بسهوله جدا وقد يسبب الوفاه على الناحيه الاخرى، وفي الغالب ما بيحتاجش ادويه كتير جدا، بل ان الموضوع سهل جدا، بس لازم يكون عندك شويه معلومات. اول حاجه لازم تعرف ان اول اكسيد الكربون بيطلع من الاحتراق غير الكامل لبعض الاشياء، يعني احتراق غير كامل لبعض المواد البتروليه او الاخشاب اللي موجوده في المكان ممكن تعمل لنا هذا الامر. تاني حاجه لازم تعرف ان ليه قابليه شديده للارتباط بالهيموجلوبين اكتر من الاكسجين ب 240 مره، فلو موجود اول اكسيد كربون واكسجين مستحيل الاكسجين يرتبط بالهيموجلوبين. ثالث حاجه لازم تعرف ان البلس اوكسيميتر اللي بنحطه في الصباع ما بيقيسش صح في هذه الحاله، بيديك قراءه خاطئه لانه بيعتبر الكربوكسي هيموجلوبين زيه زي الاوكسي هيموجلوبين، يعني بيقيسهم زي بعض. رابع حاجه في جهاز بيقيس الكربوكسي هيموجلوبين، لو متوفر عندك ده بيساعدك جدا في التشخيص. يعني المفروض يكون متوفر مع هيئه الاسعاف او الحاجات اللي شغالين في الحريق اصلا، لو متوفر مع الناس ديت هيساعد جدا جدا الطاقم الطبي في انه يكتشف الامر بسهوله. الحاجه الخامسه ان الكربوكسي هيموجلوبين بيعمل شيفت للاكسجين ديسوسيشن كيرف للليفت، يعني بيمنع الاكسجين ان هو يسيب الهيموجلوبين ويروح للخلايا، فبيعمل تيشي هايبوكسيا بكذا طريقه، فهو خطير جدا. بتتقسم الاعراض بتاعته على حسب نسبته في الدم بالجهاز اللي بنقيسه بيه اللي هو الكربوكسي هيموجلوبين. لو اقل من 15% فالاعراض بتكون بسيطه، لو اكتر من 15% ل 25% فبتكون متوسطه، من 25 ل 40 بتكون عنيفه، من اكتر من 40 بتكون قاتله غالبا. والاعراض تبدا من خفقان، سرعه في النفس، ضيق في النفس، وجع في الجسم، ارهاق، عرق شديد، فقدان للوعي مع المراحل المتقدمه، عدم انتظام في ضربات القلب، على حسب هو واخد اول اكسيد الكربون قد ايه. والعلاج بيكون ثابت في كل الناس. لو الحاله مايلد بنديله اكسجين 100% بالنار بريثر ماسك، اللي هو الماسك اللي فيه كيس او باج بيبقى مليان اكسجين، وكل ما يتنفس منه ولما يطلع بره. ولو حصل فقدان للوعي ومتوفر حاجه اسمها هايبرباريك اوكسجين، اللي هو الاكسجين في اوض معزوله وضغطها عالي من 2.5 ل 3 ضغط جوي، ده يبقى ممتاز جدا جدا. المفروض برضو يكون متوفر من هيئة الإسعاف نفسها، يبقى عندها الغرف دي. طب الأعراض بتختفي إمتى والإنسان بيتحسن إمتى؟ الكربوكسي هيموجلوبين في العادي بياخد 6 ساعات في الجسم، ولكن لما نديله أكسجين 100% بياخد حوالي ساعة واحدة بس. ولو ادينا له هايبرباريك أكسجين، يعني أكسجين ضغطه عالي جدا، بياخد 20 دقيقة، يعني نص الكربوكسي هيموجلوبين بيقل خلال 20 دقيقة، يعني لو عنده 40% خلال 20 دقيقة هيكون 20%، دي حاجة ممتازة جدا. ولو عنده 40% وهو بياخد 100% أكسجين بالنون بريثنج ماسك، غالبا هينزل ل 20% بعد ساعة. في الآخر بقول إن الشخص اللي جاي مختنق لازم تعرف هو جاي بأعراض إيه؟ على حسب الأعراض هتتعامل معاه. لو مش موجود عندك أي أجهزة أو أي قياسات بتحط على أكسجين 100%، وتتابع علامات الحيوية وتتعامل بناء على الأعراض اللي عنده، وتحطه على مونيتور لو في ضربات قلب غير منتظمة، تحطه على جهاز تنفس لو فقد للوعي، تتعامل معاه على حسب هو ايه اخباره. بس لازم تركز في حاجه واحده بس، ان الاكسجين بتاعه ده اللي بتقيسه بالبلس مش صحيح، فحطه على اكسجين 100% لفتره اللي هي ال4 ساعات ل6 ساعات الاول. اتمنى اكون وضحت هذا الكونسبت للناس اللي بتتعامل مع هذه الامور او عمرها ما شافت هذه الامور، عشان لو حصلت كارثه اخرى ان شاء الله يبقى عندنا ناس مجهزين وعارفين يتعاملوا معاها ازاي. وحاول تشير الفيديو ده بين الاطباء عشان تعم المعلومه والكل يعرف هذا الكونسبت في التعامل مع الحرائق. والسلام عليكم.